حتة منديل مبلل ناشف هقولك ازاي هعمل بيه احلى افكار واحلى حيل. بجد فيديو النهاردة مليان افكار وحيل بالمناديل المبللة، مش هتستغني عنها ابدا، واوعدك ان انت هتطلعي مستفيدة حتى لو بفكرة واحدة من الفيديو. دي علبة انا شارياها يا جماعة ب20 جنيه، فيها 120 منديل زي ما انتوا شايفين كده. العلبة دي انا اصلا مستخدمة منها، تمام. ويا ريت تجيبوها بالحجم ده عشان تقعد معاكي كتير، ويكون كمان فيها اللي هي الجزء البلاستيك اللي بيتفتح ويتقفل. اول استخدام بقى عندنا هو ان احنا هنجيب اي منديل عندنا مبلل، سواء نشف او حتى مش ناشف، يكون مبلل عادي، وهحطه في الغسيل. مع دورة الغسيل هتحطي منديل او اتنين، مفيش اي مشكلة. عايزة اقولك المنديل ده بجد بجد سحر، هيطلع لك كل الشوائب اللي بتبقى موجودة في الغسالة من جوه في الغسيل نفسه. وانتي بتبقي مش يعني، هو بجد بيلزق فيه كل حاجة، الشعر والاتساخات اللي بتبقى موجودة في الغسالة او بتبقى من الغسيل. يعني ده كده ده الشعر من بنتي لان شعرها بيقع طالع اهو زي ما انتوا شايفين من الغسيل. الفكرة اللي بعد كده ده منديل عندي طلعته كان ناشف خلاص، جبته وبدل ما قلت ارميه بقى وما يبقاش ليه استخدام، ده ليه استخدام هايل. هنجيب يا جماعة، عارفين الشيح؟ هتجيبوا شوية من الشيح وهتحطوه في المنديل وهتقفلوا عليه بأي أستك عندكم كده خلاص. دي كانت توكة عندي قفلت بيها، عملت كده زي سرة كده. هعمل كذا سرة منه وهعلقه على الابواب ومداخل البلكونات والشبابيك. بجد تحفة، بيطرد البراس والفيران بجد. وفي فصل الصيف بالذات مش هيخشلك اي برص من الشباك طول ما هو شايف وشامم ريحة الشيح ده بجد، ومش بيطيق ريحة الشيح ابدا. الفكرة اللي بعد كده بقى يا جماعة، برضو هجيب منديل. المنديل ده برضو هيبقى ناشف، مش شرط يبقى منديل مبلل. انا كل ده بالمناديل الناشفه. انا عايزه اقول لكم كمان يعني استخدامات المنديل، المناديل المبلله اسفه، المناديل اللي هي المبلله اللي نشفت بقى زي ما انتم شايفين كده. هجيب كوبايه وهجيب واحد من المناديل اللي نشفت وهثبته باستك زي ما انتم شايفين كده في الكوبايه. هقول لكم هعمل ايه. عارفين يا جماعه لما نكون عايزين نصفي الزيت ومحتارين نصفيه بايه، ومهما جبتي مصفى ومهما جبتي اي حاجه ما بتصفاش وما بينزلش صافي ابدا. ساعات ببقى عايزه استخدم الزيت اكتر من مره، وكمان ساعات ببقى عايزه احوش الزيت دوت، حتى لو بدل ما ارميه وادلقه في الحوض عايزه احوشه فبصفيه، لان الزيت ليه المستعمل ليه كمان استخدامات يا جماعه زي ما احنا شايفين كده. انتوا شايفين انا بصفيه بالمنديل الناشف بكل سهوله، بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. ده طبعا مش هينفع ابدا بالمناديل العادية على فكرة. يعني اللي هيقول لي ينفع بالمنديل العادي اللي هو منديل المطبخ، لا، لازم يبقى منديل اللي هو الوايبس المبلل ويكون نشف خلاص، ما يبقى عامل زي الشاش كده يا جماعة بالظبط. بصوا عايزه اقول لكم الزيت هينزل مفهوش ولا نقطة، مفهوش اي شوائب يا جماعة. هتشوفوا دلوقتي الكوباية عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين كده الزيت طلع زي الدهب، مفهوش اي حاجه، مفهوش اي اثار لاي شوائب زي ما انتوا شايفين كده. لو عايزين تستخدموه تاني عايزين بقى تصفوه، هتصفوه بكل سهوله زي ما انتوا شايفين كده. الاستخدام اللي بعد كده يا جماعه هو ان انت هتجيبي منديل بقى، المره دي هيبقى منديل مبلل. هتجيبيه هتلفيه كده على اي بطاقه او كارنيه عندك، تمام. وهتحطي على البطاقة دي شوية خل، هتحطي على المنديل ده شوية بس من الخل. وتعالي بقى على التلاجة هنشوف هنعمل بيها ايه. عارفين الكاوتشة بتاعت التلاجة دي يا جماعة؟ الكاوتشة دي بتبقى مليانة اتساخات وايدينا مش عارفة توصل لها ابدا، ولا عارفين نمسحها. حتى لو مسكتي فرشة او مسكتي ليفة برضو مش هتوصل لها. احسن طريقة ان انتي هتجيبي المنديل المبلل ده وهتلفيه على اي بطاقة عندك او كارنيه وهتمشي على الكاوتشة. بصوا كمية الاتساخات اللي طلعت يا جماعة في المنديل، بس طبعا ما تقليش قوي عليها عشان ما تقطعيش الكاوتشه بتاعت التلاجة لان ممكن تتقطع زي ما انتوا شايفين كده. الصورة معلش هنا مش واضحة، بس والله طلعت اتساخات كتير قوي من الكاوتشه بتاعت باب التلاجة. الاستخدام اللي بعد كده بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه بالمنديل المبلل. زي ما احنا شايفين كده انا طلعت منديل تاني، وهنشوف كمان الاستخدام الجاي ده هيكون ايه. اول حاجة خالص انا عندي هنا دوت حمام كريم.
هجيب بقى حمام الكريم قطع يعني زي حتت من حمام الكريم كده على صباعي، وهمشيها كده على المنديل زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، وهبتدي ان انا يعني زي اشبع كده المنديل بالحمام الكريم ده. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. احسن يا جماعة، احسن طريقة واحسن بديل البليدج اللي هو بنمسح بيه التراب من على او ملمع الاساس يا جماعة. احسن بديل لملمع الاساس. ملمع الاساس غالي جدا، فده طريقة سهلة جدا ان انت تمسحي بيه اي اساس غامق زي ما انت شايفة كده. الجزء ده المكان ده بالذات انا جايه لكم فيه كده عشان ده اكتر مكان بيتطرب عندي، لان الترابيزة دي موجودة جنب البلكونة عليها التلفزيون، وعلى طول بتتملي تراب باستمرار يعني بطريقة صعبة. فزي ما انتوا شايفين كده مفيش اي اثر للتراب، طلع في ثواني زي ما انتوا شايفين. تمام. بجد بجد يا جماعة جربوا حتة ان انتوا تجيبوا حتة حمام كريم وتحطوها على ال الوايبس، وبجد تحفة. هيبقى بجد بديل لحمام للبليدج زي ما انتوا شايفين كده بقى يا جماعة. الفكرة اللي بعد كده يا جماعة هي ان انتوا هتستخدموه في تلميع ال الأحذية، بالذات الأحذية الفاتحة. تمام. دايما خلوه معاكم بقى في الشنطة ان انتوا دايما تطلعوه لتلميع الأحذية بتاعتكم. بجد بجد بيخلي الكعب بتاع الحذاء بجد ملوش حل، بيبرق، بيرجع جديد تاني يا جماعة. بجد والله جربوه كده وبجد انتوا هتدعوا لي. يا ريت بقى اللي وصل لحد هنا يحط لايك للفيديو. بالمناسبة اللي مش عنده حمام كريم ممكن يحط مكانه مثلا اي نوع كريم عادي، مش شرط يكون يعني حمام كريم. اي نوع كريم، كريم بشرة، كريم شعر، اي حاجة. بصوا بقى، عايزة اقول لكم لو عايزين تلمعوا الحنفيات على الناشف، بجد بجد بيخلي الحنفيات بتبرق يا جماعة. والله العظيم بيخلي الحنفية بتبرق. هتجيبي منديل كده مبلل وهتمشيه على كل الخلاطات اللي عندك وكل الحنفيات، هتبرق بجد. يعني انت كده دايما كده تقومي الصبح تمسحي كده هتلاقي نفسيتك مرتاحة جدا، او قبل ما تنامي مش هتحتاجي بقى ان انت تستخدمي المية والصابون والدعك والكلام ده كله. بصوا، بصوا الحنفية يا جماعة بقت عاملة ازاي. عايزة اقول لكم انا بعملها كده يعني وانا كمان نايمة على نفسي، يعني الكلام ده كان قبل ما انام. بصوا الحنفية عاملة ازاي. الحنفية حرفيا بتبرق. والجزئيات دي بقى اللي هي اللي هي ما بتوصلهاش عايزه اقول لكم اللي هي بتبقى يعني كلها اتساخات، رجعت زي الفل. طيب يا جماعه، الكوباس بتاعت الكهرباء زي ما انتوا شايفين كده بتبقى مليانه مطرح ايدينا اتساخات ومتبهدله، ومطرح ايد الاطفال. بصوا بقى، على طول هتجيبي الوايبس وهتحطي عليه شويه خل وهتمشي بيه كده على الكوبس. عايزه اقول لكم هيبقى زي الفل. بصوا ده كده طبعا حسيته ان فيه كده هو طبعا فيه بلل. هتجيبوا بس جزء يعني حتة منديل وتمسحوا الجزء بتاع الكوبس هيرجع. بصوا بيلمع ازاي، تحفة يا جماعة. بجد بقى ارموا بقى كل الفوط اللي عندكم والبهدلة والمية وبصوا المنديل بكل نظافة داخل علينا العيد. عايزة اقولك جيبي بس علبة من دي وهتقوملك بكل الحاجات دي. طيب الفكرة اللي بعد كده انت هتجيبي الوايبس وهتحطي عليه اي كده عطر مفضل عندك، اي زيوت عطرية عندك. ده العطر المفضل عندي، جبته ورشيته على المنديل من الناحيتين، يعني من الناحية دي ومن الناحية دي. وهقول لكم بقى هعمل بيه فكرة. عايزة اقول لك يا جماعة والله العظيم دي احلى فكرة في الفيديو كله بجد. بصوا بقى، هنجيب المنديل وهنطبقه بالشكل ده، وهتروحي بقى على درج البنتيهات عندك يا ست الكل وهتحطيه. بجد هيخلي على طول ريحة البنتيهات بتاعتك جميلة. بمجرد لما تلبسي البنتي كده هيبقى ريحتك حلوة، وهيبقى ريحتك كده دايما انتعاش. وبجد ما يعني احنا عارفين ان الحاجات دي دايما بتبقى مكتومة، بتبقى ريحتها كمكمة. لا، ده هيخلي ريحتها حلوة جدا. طبعا يا ريت بقى نكون وصلنا لنهاية كلنا ومحدش خرج منه. يا ريت تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم.